السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل مع بعض الفيش الصعيدي. طبعا كده هنعمل الفيش الصعيدي، بس هنبدأه كده من أول لما نعمل الخميرة هنعملها ازاي ونعرف انها كده خمرت ازاي، وهنعملها كده بالطريقة الأصلية بتاعتها مع بعض خطوة بخطوة. طبعا كده الأول هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده كوبايتين لبن على النار وهنسيبهم كده يغلوا. طبعا الفيش اللي هنعمله ده طبعا كده الفيش الصعيدي على اصوله، من اول بداية خميرة اللبن لغاية كده لما تحمصيه في الفرن. طبعا كده اللبن بتاعنا كده غلي غلوتين كده حلوين. طبعا كده هنبدأ في الخطوة التانية. طبعا كده معانا برطمان ازاز، معانا كده ربع كوباية عدس او ممكن كده فول مدشوش. دي احسن واجمل كده طريقة لخميرة الفيش الصعيدي، وتخمر معاك بسرعة ما بتاخدش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب كده كوبايتين اللبن السخنين وننزل بيهم كده على العدس او الفول المدشوش بتاعنا، ونغطي طبعا كده عليهم. طبعا كده وفي مكان دافي نبدأ كده نكلفتها كويس. طبعا احنا كده لو عاملينها من بالليل هنسيبها للصبح، ولو عاملينها الصبح هنسيبها بالليل. طبعا كده عندك كده في درج المطبخ في فرن البوتاجاز مكان دافي كده وحلو تحطيها. طبعا كده لو الجو حر، انما لو الجو شتاء هتبقى محتاجة شمس. طبعا كده هنسيبها تخمر وهنشوفها مع بعض بعد ما تخمر ونقول خدت كام ساعة وهيكون شكلها ازاي. طبعا كده نشوف الخميرة بتاعت الفيش بتاعنا من بعد كده ما باتت من بالليل للصبح. طبعا كده شايفين طبعا هي كده خمرانة، ده شكلها. طبعا هي كده خمرانة، شايفين تبقى بالشكل ده. طبعا بتكون بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نجيب حلة او بولة، نبدأ كده ننزل بيها. طبعا كده هي بتكون لها ريحة كده جميلة ومميزة. طبعا كده ونص كوباية مية دافية على في العلبة. طبعا كده ونقلبها كويس ونصفيها كده من العدس. طبعا كده زي ما شفتوا جبنا الخميرة كده. طبعا خمرت بتاعت الفيش بتاعتنا، شفتوا شكلها ازاي هي وخمران. طبعا كده يعني كده في الاول صبينا كل اللي في البرطمان في الحله، وبعد كده جبنا نص كوبايه ميه دافيه دافيه مش سخنه، وقلبنا فيها كده باقي العدس وصفيناه كده بمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده ننزل بالدقيق بتاعنا. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي كده الطريقه الاصليه بتاعت الفيش. طبعا كده الميه بتاعتنا دافيه. طبعا كده هنلفها كويس بالدقيق عشان بحيث كده ما يكونش فيه اي دقيق، مش هتحتاج كده ميه تاني. طبعا كده خلاص عجلنا كده الخميرة بتاعتنا. طبعا كده هنجيب الغطا ونغطي طبعا كده عليها. طبعا كده ونغطيها كويس كده بالفوطة بتاعت المطبخ، او كده ممكن عندك كده ملاية سرير مش بتستعمليها تغطي كده بيها كويس، ونسيبها كده في مكان دافي لغاية كده لما تخمر. بعد ما تخمر نبدأ كده نعمل الفايش. طبعا كده الخميرة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله كده زي ما شايفين كده خمرت. طبعا كده هنبدأ نعجن. المكونات بتاعتنا دول بتاع 4 كيلو دقيق. طبعا كده معانا دول سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بيهم زي ما قلت حوالي دول 4 كيلو دقيق. طبعا كده سمنة سايحة. طبعا كده بعمل لكم المقدار مظبوط.
طبعا كده زي ما شفتوا حوالي كده زي ما شفتوا كوبايه سكر، كوبايتين الا ربع كده سمنه سايحه، معانا كده نص معلقه كركم، تجيبيها كده من عند العطار تقولي كده عايزه كده الكركم بتاع الفايش، هو كده بيعمل لك خلطه نوع تاني. طبعا كده نزود الكركم تاني سنه. طبعا كده معانا لبن دافي، بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده بشويه حوالي. طبعا كده نزلنا بحوالي 4 كوبايات لبن اللي هي دي برضو، ننزل كده بواحدة تاني. طبعا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ندوب كده السكر والكركم. طبعا كده وما ننساش سنة ملح بسيطة جدا جدا. طبعا دول زي ما قلت مقدير 4 كيلو دقيق. طبعا انا كده عامله لكم 4 كيلو دقيق، انا في العادي كده طبعا ما بعملش 4 كيلو، بعمل كميه كبيره جدا، بس كده للناس اللي هي حابه تعمل كميه صغيره تعمل المقدار ده هيطلع جميل جدا. ده الفايش الصعيدي على اصوله من قلب الصعيد. طبعا كده ابتداء خميره اللبن لغايه كده لما نحمص الفايش. طبعا كده شايفين الخميره كده بتنزل في اللبن والسمنه، ننزل كده كل الخميره. طبعا كده شايفين الخميره كده خمرانه ازاي، والفايش ده ما تعجنيش غير لما تتاكد كده ان الخميره خمرانه. طبعا كده هننزل الدقيق، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة ونعجن. طبعا كده نعجن كده كويس وما نطولش في العجن. طبعا كده الاول ما تكتريش مواد سايله، زي ما قلت كده المقدار كده يبقى مظبوط للناس اللي حابه تعمل مقدار معين. طبعا كده نلم كده كل الدقيق مع السوائل، محتاجين سنة لبن كده صغيرة بالراحة. طبعا كده احلى واجمل الفايش الصعيدي ممكن تعمليه. ننضف كده الجوانب كويس. طبعا كده شايفه العجينه كده معاكي مظبوطه، تعرفيها ازاي؟ شايفه تعمليها كده تلاقيها كده برمت معاكي بكل سهوله. طبعا مش لازم تخلي العجينه طريه زياده عن اللازم لان هي بتخمر كذا مره. طبعا كده سن السمنه صغيره على الوش. طبعا دي كده عشان لما يخمر ما يلزقلكش في الجوانب. هنعجن كده كويس، بس شايفين كده الخميره قصدي الفايش بتاعنا مش لازق في ايدينا ولا طبعا في الحاجه اللي احنا بنعجن فيها. طبعا كده سنة سمنة عشان الوش ما ينشفش منك، وندهن كده. طبعا كده عجننا الفايش بتاعنا خلاص تمام. طبعا كده صينية او غطا حلة تكون على قد الطبق بتاعك اللي انت عجنه فيه وتغطي كده. طبعا طبعا انت كده لو في الشتاء الفايش ما ينفعش من غير شمس، لازم كده يكون مكان فيه شمس او مكان دافي جدا. طبعا كده في الصيف لا براحتك ينفع كده من غير شمس، بس هي كده يستحسن لو شمس هتعمليه كده في ساعة. طبعا كده هنغطيه ونكفته كويس ونسيبه في مكان دافي يخمر. طبعا كده الفايش بتاعنا
بسم الله ما شاء الله. شايفين كده خمر كده ازاي كويس، خمر كده حلو. طبعا كده هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده صاجة مدهونة كويس طبعا كده، ومعانا السمنة. طبعا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ندهن كده ايدينا كويس سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كده نشكل نبرمها كده الاول بايدينا، وبعد كده نعملها كده على الشكل، شايفين بالشكل ده. ونبدأ كده نرص جنب بعضه. طبعا كده مسحة سمنة عشان ما يلزقش في بعضه، والفاش كده بتاعك يطلع جميل وبيلمع زي ما قلنا. طبعا كده ونشكل ناخدها كده طبعا كده ونبرمها كده عشان يطلع كده الشكل متساوي، وبعد كده نعملها شكل صباع الفايش بالشكل ده، ونسويها كده بايدينا. واهم حاجة كده مسحة السمنة طبعا كده جنب بعضه زي ما كده شايفين. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. طبعا اهم حاجة زي ما قلت الفايش بتاعك يخمر كده كويس. شايفين كده طبعا لازم بين كل واحدة وواحدة دهن السمنة كده زي ما قلنا، وندهن كده ايدينا كويس عشان الفايش ملزقش في بعضه ولونه كده يبقى جميل. طبعا كده شايفين الطريقة كده سهلة وجميلة ازاي. طبعا ده كده الفايش الصعيدي زي ما قلنا، عملناه من اول بداية الخميرة. طبعا كده زي ما قلت العدس او الفول المدشوش هو اللي بيعمل لك كده الخميرة بسرعة، والفاش بتاعه بيفضل فترة كده طويلة ما بيغيرش ريحته ولا طعمه. طبعا الطريقة دي احنا بنعمل بيها من زمان جدا وما بنغيرهاش، احلى واجمل كده طريقة. طبعا ولازم كده العجينة بتاعتك تكون زي ما انتوا كده شايفينها، مش سايبة قوي ومش سميكة، عشان تبقى ماسكة نفسها انت كده وبتشكليها. طبعا لو سايبة منك بيلزق في بعضه جدا، ما بتعرفيش تفرديه عن بعضه. شايفين كده بتشكل معانا ازاي عشان العجينة كده مظبوطة. طريقة طبعا كده جميلة، اجمل كده حاجة الفايش كده الصعيدي الجميل بتاعنا. طبعا كده زي ما قلت في لو انت في الشتاء طبعا لازم الخميرة كده تخليها في الشمس، او ما فيش عندك شمس برضو تدفي فرن البوتاجاز وتحطيها فيها. بس كده في الشتاء ما بتاخدش يوم واحد، ممكن تاخد يوم ونص الخميرة بتاعتنا. طبعا كده شايفين شكلنا كده الفايش الجميل بتاعنا. طبعا كده وهنغطيه وهنسيبه يخمر وهنشكل القرص. طبعا كده نبدأ نعمل كده قرص. طبعا هنجيب كده العجينة طبعا كده ممكن لو حابة تعمليهم قرص كده كبيرة وتقطعيهم كده بعد ما يستووا فايش يبقوا جمال، بس انا بفضل الطريقة دي لانها بتبقى اجمل بصراحة، وانا ما برشحش اللي تعمليه قرص وتقطعيه كده بالسكين. شايفين كده شكل القرص كده جميلة ازاي. طبعا كده واحدة تاني، واهم حاجة طبعا كده دهنة السمنة زي ما قلت. طبعا كده حجم القرص بتاعنا كده كويس. طبعا كده ممكن كده لو حابة تحشي عجوة، بس انا ما بحبها كده سادة، ما برشحش ان انا احشيها عجوة. طبعا كده اجمل واحلى قرص ممكن تعمليها وتاكليها اللي هي كده بخميرة اللبن، تبقى جميلة جميلة. طبعا كده يمكن انا مش فاكرة قلت ولا ما قلتش، بس انا دهنة السجان دي دهنة كده حلوة سمنة، لازم تدهنيها عشان انا مش فاكرة قلت دهناها ولا مش دهناها.
اديني بقول الصيجان تدهن وتدهن كويس. طبعا كده شكلنا كل الكمية قرص على فايش. طبعا كده هنغطيها زي ما قلنا في مكان دافي ونسيبها تخمر ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخمر. طبعا كده الفايش بتاعنا زي ما شايفين بسم الله ما شاء الله كده خمر وخمر حلو جدا. طبعا كده معانا فرن مسخنينها، وبعد ما سخنت كده كويس هديناها، هنبدأ كده نرص الفايش بتاعنا. طبعا كده خلاص رصينا كده الفايش بتاعنا، هنسيبه كده ياخد لون ونشوفه. طبعا كده زي ما شايفين بسم الله ما شاء الله الفايش كده بتاعنا استوى وجميل. طبعا كده القرص بتاعتنا استوت، شايفين بسم الله ما شاء الله اللون برضو من تحت ومن فوق جميل جدا، قرص في منتهى الجمال والفايش كده بتاعنا. طبعا كده هنبدأ كده نفرد الفايش بتاعنا، شايفين عشان كده دهناه كده سمنة كويس مش لازق في بعضه. طبعا كده دي خلاص كده دلوقتي. طبعا كده احنا ما طفناش الفرن، هديناه طبعا كده على الاخر على اخر حاجة، وهنبدأ كده نحمص الفايش بتاعنا. شايفين كده خمران كده كويس، شايفين كده المسام بتاعته جميل جدا، شايفين كده لون الفايش بتاعنا من تحت ومن فوق لون جميل جدا، وشايفين كده الطراوة بتاعته. طبعا كده هنجيب الصاجة بتاعتنا نبدأ كده نرص الفايش بتاعنا، عشان كده ندخله على نار هادية جدا جدا يتحمص، ونبقى كده عملنا احلى واجمل كده فايش بخميرة اللبن. طبعا شفتوا كده الطريقة جميلة وسهلة، مفيش احلى ولا اجمل من كده. طبعا كده القرص الطرية بتاعتنا هنسيبها كده تبرد، وبعد كده هنشيلها وناكل احلى واجمل قرص. طبعا كده زي ما قلت الفرن هادية جدا جدا على اهدى حاجة عندك، وندخل كده الفايش يتحمص ونشوفه بعد ما يتحمص. طبعا كده خلاص حمصنا كده الفايش بتاعنا، شايفين لون التحميصة بتاعته كده جميل. الفايش بتاعنا كده حاجة جميلة جدا، حاجة كده لا تقام، شايفين اللون من تحت ومن فوق وعلى الجوانب حاجة كده جميلة جدا. مش محتاجين كده غير شوية شاي بلبن ونسقسق كده براحتنا. الفايش الصعيدي على اصوله اللي احنا عملناه من اول بداية خميرة اللبن لغاية كده لما حمصناه في الفرن. وشايفين كده حوالي 4 كيلو دقيق عملوا لنا كمية قد ايه قرص وفايش مش متحمص وفايش متحمص. شايفين كده جربوه بالطريقة دي، فايش كده على اصوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.